عايز تكسب ثقة العميل وكمان تبيع اكتر. اتعلم تقول لا للعميل. صدقني ده سر من اهم اسرار كسب ثقة العملاء فيك كمستشار عقاري. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم اكتر من حاجة. الحاجة دي هتوصلك في الاخر لانك تكسب ثقة العميل وكمان انك تبيع اكتر، برغم ان الظاهر بتاعها انها تخليك تبيع اقل. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم احمد ابراهيم، مستشار عقاري وصاحب دبلومة انا وسيط لتعليم التسويق العقاري، والدبلومة اللي هي بتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تحترف التسويق العقاري وتعرف تمارسه وتحقق منه نتائج في اقرب وقت باقل مجهود، وكذلك بافضل نتيجة ممكنة في ظل الامكانيات اللي ممكن تبقى متاحة عندك والادوات. طيب النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو رفض البيع للعميل. امتى انا كوسيط عقاري او كمستشار عقاري ان انا ارفض بيع وحده معينه للعميل، او ان انا اقول له لا بس بشكل شيك يخدمني ويخدمه وفي نفس الوقت تؤدي لنتائج كويسه جدا في البيع. طيب خلينا الاول نعرف هو ليه الوسطاء او ليه البياعين في مجال العقارات او ليه المستشارين العقاريين ممكن انه يخاف يقول كلمة لا للعميل. في اسباب كتير، خلينا نعالجها واحدة واحدة. خلينا نذكرها الاول. طيب اول حاجة، ممكن المستشار العقاري او ممكن الوسيط العقاري يخاف انه يقول لا للعميل لحسن العميل يطفش منه، صح؟ طيب ما هو انت لما هتقدم له بديل وتقول له لا دي بناء على مصلحته، انت هتضمن ان هو يستمر معاك. طيب كذلك الوسيط العقاري او البائع في مجال التسويق العقاري بيكون عنده تارجت. طب ماشي، ربما انت التارجت هيتأثر دلوقتي لكن هتصب في الاخر في مصلحتك في ان انت تحققه الشهر الجاي او الشهر اللي بعده. طيب كمان الوسيط العقاري بيخاف انه يقول للعميل لا الوحده دي مش هتناسبك او الوحده دي مش انسب وحده ليك، عشان يفتكر او يخاف ان العميل يفتكر ان هو مضغوط عليه عشان يبيع في المشروع ده بس دونا عن غيره، او ان الوحده دي سعرها اغلى من غيرها فهو عايز يبيع له خلاص. وده وارد ان الشك ده يجي عند العميل، لان عميل العقارات جزء من شخصيته هو شكاك. طيب في اسباب كتير بتدفع الوسيط العقاري ان هو يرفض يقول للعميل لا مش الوحده دي انسب وحده ليك. حتى كمان من ضمنها انه ممكن يفتكر ان الوسيط العقاري، العميل يفتكر ان الوسيط العقاري مش فاهم فبيقول له لا خلاص. طيب خليني اقول لك كل دي اسباب غير حقيقيه، بمعنى ان انت المفروض وانت بتتواصل مع العميل انت فهمت طلبه كويس، واحنا شرحنا الموضوع ده في فيديو قبل كده، وفهمت الحاجة الحقيقية لشراء العقار او ايه الدوافع الحقيقية لشراء العقار ده او الاستفسار عنه، وكتبناها في نوتس وعرفناها. فانت بتقول للعميل بص يا فندم، احنا ممكن الوحدة دي فعلا كويسة لكنها مش انسب حاجة بالنسبة للمواصفات اللي حضرتك بلغتها لي، او بالنسبة للمواصفات اللي احنا قلناها مع بعض. ان احنا قلنا ان احنا عايزين مساحة بتاعتها تكون كذا لكن في نفس الوقت تكون شايفة فيو، فالوحدة دي الفيو بتاعها محدود، الفيو بتاعها مش زي الوحدة دي. طب افرض انا ما عنديش بديل، يعني انت دلوقتي لما بتيجي بتقول لا للعميل بتقول لا يا فندم مش الوحدة دي انسب وحدة، الوحدة دي انسب وحدة بناء على اللي احنا قلناه مع بعض واتفقنا عليه ان هو يهمنا ان هو يكون موجود في الوحدة بتاعتنا. طيب افرض انا دلوقتي ما عنديش بديل. لو ما عنديش بديل اقول له بس اديني مهلة 24 ساعة او 48 ساعة وانا هوفر لحضرتك اكتر من حاجة. وعلى فكرة انا شخصيا اكتر البيعات او اكتر العملاء ما تعاملتش معاهم او اعتذرت لهم او زي ما بيقولوا كده بالبلدي بوظت البيعات اكتر من اللي انا تممتها. ليه؟ لان الواحد لازم ان هو يتقي ربنا في شغله رقم واحد،
فانا لما كنت بسال عميل واعرف الاحتياجات بتاعته ويجي يقول لي انا عايز اجر دي، والله العظيم كان بيقول لي انا عايز اجر دي، بقول له لا دي مش هتنفعك. يقول لي ليه؟ اقول له علشان كذا 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 كذا. يقول لي بجد؟ ربنا يكرمك، تسلم. طب ممكن تشوف لي حاجه تانية؟ اقول له حاضر. وممكن ما اقول له، ممكن اقول له والله يا فندم انا ما عنديش حاجه حاليا مناسبه لتفاصيل طلبك، لكن اذا توفرت حاجه انا هبلغك، او لو كان الطلب كبير خليني اخد يومين او 3 احاول ان انا اوفرها لك، اوفر لك اكتر من بديل. في حد عميل هو دلوقتي بقى بيني وبينه صداقه قويه جدا وبقينا يعني اصدقاء. العميل دوت هو سعودي، فلما تواصل معايا بيقول لي، هو حكى لي بعد كده وهو من نفسه على فكره اللي قال لي الموضوع ده كويس. فبيقول لي عارف انا ايه اللي خلاني اتواصل معاك يا احمد اول مره؟ فقلت له ايه؟ قال لي ان كل اللي انا كلمتهم قالوا لي عندنا 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 عندنا، انت الوحيد اللي لما سالتني اسئله كتير قلت لي لا طلبك مش عندي، دلوقتي طلبك مش عندي، فلو عايز ممكن اشوفه لك. فقلت بس هو ده اللي فعلا هيجيب لي الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. وقد كان، وانت فعلا في خلال يومين او في خلال اسبوع كنت وفرت لي الحاجه اللي انا عايزها. فانا من المكالمه، هو فعلا هو الحد ده يعني من بصراحه من اذكى الناس اللي انا شفتهم، وراجل محترم جدا جدا كويس. وهو شغال يعني بيقضي جزء كبير من شغله وحياته في مصر، والجزء الثاني في المملكه العربيه السعوديه. فدي حاجه خليها معاك. لو العميل بيقول لك انا عايز اشوف الحاجه دي اهو، هتقول لي طب ما هو اللي قال لي. انا معاك، هو قال لك انا عايز اشوفها، قول له تمام يا فندم حاضر افرجها لحضرتك، بس كنت معلش عايز اتاكد انت حضرتك عايز كذا، وتبدا ان انت تساله اسئله زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. لقيت الاسئله وتفاصيل الطلب بتاعته مناسبه فعلا للوحده دي، يلا بينا اتوكل على الله وحدد معاه. طب لقيتها مش مناسبه، اقول لها يا فندم انا ممكن افرج حضرتك عليها، بس عايز اقول لحضرتك ان المساحه كذا او النقطه دي مش هتكون متوفره معانا، فهل ما عندناش مشكله فيها؟ لان في اوقات العميل يقول لك بس لازم تكون 3 حمام كويس. طيب تيجي انت بقى تراجع معاه تقول له الوضع بتاع ال3 حمام، تلاقي ان الميزانيه بتاعتها اكبر، فتيجي تكلمه تاني تقول له طب هل نقطه ال3 حمام دي نقطه اساسيه بالنسبه لنا ولا ممكن نتنازل عنها في مقابل ان احنا نلتزم بالبادجت او الميزانيه؟ وقتها ايه؟ هو كان قال لك لازم 3 حمام، يقول لك ايه؟ لا مفيش مشكله. يبقى اذا رفضك لبيعه كويس على اساس ان انت فعلا تراعي ضميرك وتتقي الله وتجيب للعميل حاجه انسب من دي، حتى لو كانت الحاجه اللي انسب من دي بسعر اقل كويس، او الكوميشن بتاعتك هتاخدها اقل فيها، او الكوميشن هتتاخر، او انك ممكن مش هتاخد كوميشن خالص. ورب الكعبه انا كنت ساعات بيجي لي عملاء عايزين حاجه هي مش عندي ولا انا هعرف اجيبها، وانا عارف هي مع مين، واللي معايا دوت مش هينفع انا وهو نتعاون فيها. كنت بديهم رقم التليفون بتاعه واقول له كلم الراجل دوت وقول له انا عايز اشوف معاك الحاجه اللي هي كذا كذا كذا، انا عارف ان هي معاه كويس. يقول له طب اقول له من طرفك؟ قلت له اقول له بلاش، احسن انك تقول له من طرفي كويس. ليه؟ لانه هيفتكر ان انا عايز اقسم معاه في العموله، فيكلمه مباشره، وانا ما اخدش غير الدعوه والثواب، ودي بالنسبه لي كفايه الحمد لله. جزء كبير من شغلنا بنعمله، جزء كبير مش قليل بنعمله لله وبناخد فيه ثواب، وبيبقى زي صدقه علم، وربنا بيعوضها على فكره في حاجات تانية. فلو انت لقيت المشروع ده مش هيكون مناسب للعميل بتاعك، قول له لا يا فندم بلاش المشروع ده. لو انت لقيت الوحده دي مش هتناسب، قول له يا فندم الوحده دي مش انسب وحده بناء على اللي انت قلته لي. لو لقيت ان مده التسليم انت عارف ان احتمال انها تزيد 6 شهور او سنه، كان في حد زمان قوي يمكن 17 18 سنه كنت شغال في شركه، فبيقول لي بص انا خاطب وقدامي سنه على الجواز،
والمشروع دوت كانوا بيقولوا ان هو ايه سنه، فاحنا نقول سنه ونص، وممكن يوصل لسنتين. فانا عايز في خلال سنه، اقصى حاجه سنه ونص، ان انا ايه انقل فيها واعيش. قلت له بص يا فندم، انت دلوقتي خاطب لمده سنه او سنه ونص. قال لي اه تمام. قلت له بعدها هتتجوز وهتبقى لسه انت وزوجتك بس لوحديك، وانت طول اليوم في الشغل. قال لي اه مظبوط. قلت له طيب المشروع ده مش هيناسبك. قال لي مش هيناسبني. مش انت بتقول لي سنه ونص؟ قلت له بغض النظر عن ان هو ممكن سنه، ممكن سنه ونص، وممكن سنتين، احنا مش بنتكلم من سنه ونص لسنتين في 6 شهور، لا، هفترض ان هو انت هتستلمه كمان سنه ونص. قال لي ماشي. قلت له انت حضرتك افرض اتاخر نص 6 شهور، هتعمل ايه؟ هتاخر خطوبه ولا هتتجوز بايجار في حته ثانيه؟ قال لا، هتجوز بايجار في حته ثانيه. قلت له هتبقى بتدفع ايجار وبتدفع قسط؟ قال لي اه. قلت له طيب حلو قوي. اما هتيجي تنقل في المشروع ده هتلاقي زوجتك لسه في الاول لوحدها، فهتبقى خايفه تقعد في المشروع، ان نسبه الاشغال فيه او نسبه السكن فيه هتبقى ضعيفه، وكمان في شقق كتير هتبقى لسه بتتشطب وهكذا. فانت هتبقى قلقان على زوجتك، زائد ان هي نفسها هتبقى قاعده خايفه، لان الستات بطبيعتهم في اول الجواز لو هي الشقه كلها سكان بس ما برضو عرسان متجوزين هتبقى قاعده خايفه، ولو في شقق بتتشطب فوق في العماره وعمال طالعين عمال نازلين، انت برضو هتبقى مش مطمن على زوجتك. فبالتالي انا قلت له النقط دي، فقال لي تصدق عندك حق، ربنا يبارك لك، طب ممكن تشوف لي حاجه؟ احنا كان في الشركه ما عندناش غير المشروع ده. قلت له والله يا فندم ما عنديش، بس انا بقول لك بناء على خبرتي في السوق ان لا، انا ما كنتش لسه اتجوزت ولا حاجه، بس كنت عارف الكلام ده الحمد لله. قلت له بلاش ان انت تاخد في مشروع جديد، خد في مشروع ساكن، حتى لو هتضطر انك تستلف جزء كبير من المقدم وتكمل الاقساط، او حتى انك تضطر انك تجيبها كاش، بس ده يبقى في الاول، او انك تاخد المشروع معانا وتعمل حسابك انك ممكن تطول في الايجار سنه زياده او سنتين زياده لحد نسبه السكن ما تزيد. قال لا هيبقى صعب عليا، وانا برضو عشان مرتبي كذا، كان مش عارف القسط بتاع الشقه دي كان 600 جنيه او حاجه زي كده يعني، كلام فاضي. بس كان وقتها المرتبات اساسا كانت 600 جنيه و1000 جنيه كده يعني، ده كان مرتب متوسط منتشر في مصر. فقرر ان هو ما يشتريش معانا، لكن في نفس الوقت انا ما حسيتش ان انا عملت حاجه هاخد عليها ذنب بعد كده. فدي حاجه مهمه، انك لما تلاقي ان الموضوع مش مناسب للعميل بتاعك تقول له لا. طب دي هتبقى فايدتها ايه؟ هتكسب ثقه العميل، هتجيب له حاجه انسب، هتبقى انت مبسوط اكتر. العميل ده هيجيب لك عملاء. وفي اوقات على فكره العميل اللي انت بتقول له لا، العميل اللي انت بتقول له لا وما بياخدش معاك، هو هيبعت لك ريفيرال، وممكن اكتر من ريفيرال كمان. والريفيرال اللي بيجي لك من عميل هو شكر فيك، ده بيبقى ريفيرال اساسا مقتنع، بسم الله الرحمن الرحيم، واثق فيك كده ومقتنع فيك. فدي حاجه مهمه جدا. فخلي لا جزء من شغلك كمستشار عقاري. ولو عايز تعرف تكنيكس اكتر، سواء في البيع او في التواصل او في المكالمه او في المعاينه او في اختيار العقارات او في طريقه عرضها او في تثمين وتسعير العقارات، ممكن تشترك معانا في دبلومه انا وسيط تعليم التسويق العقاري. كان معكم احمد ابراهيم، قناه انا وسيط تعليم التسويق العقاري. اشتركوا معانا في القناه، فعلوا زر الجرس، اعمل شير لزمايلك اللي شغالين في مجال التسويق العقاري، ولايك، وشجعونا بكلمات محفزه. ولو في اي موضوع انتوا عايزين ان احنا نتكلم معاكم فيه او نوضحه لكم اكتر، حطوه لنا في التعليقات، وان شاء الله نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل لكم مواضيع مناسبه ليكم وانتوا فعلا في احتياج ليها. شكرا.